ماما ممكن اكلمك في موضوع مهم؟ قولي انا معاك. يا ماما بصي عليا. اه قولي انا معاك اهو. انا سامعاك، طب قولي. ركزي معايا. يا بنتي سامعاك، قولي اهو. يا ماما طب بصيلي اسمعيني. طب بصي، انا مش فاضيه دلوقتي، بكلم صاحبتي، اخلص بس واجيلك. يا ماما خلصتي؟ لا لسه، بس معلش صاحبتي تاني بتكلمني، صاحبتي واحده تانية بتكلمني، اخلص بس معاها واجيلك على طول. جانا، نعم يا ماما. عامله ايه؟ الحمد لله. عملت ايه في المشكله اللي بينك وبين صاحبتك؟ الحمد لله حليتها. ايوه، طب يعني قولي لي عملت ايه؟ كويس خلاص حليناها خلص. طب يعني قلت لها ايه او قالت لك ايه؟ طب احكي لي. خلاص يا ماما خلصناها. ماشي يا بنتي. ماشي. اسمعي لأولادك من هم صغيرين. دايما هم صغيرين بيحبوا يحكوا تفاصيل التفاصيل، وبيحكوا حاجات كتير ملهاش لازمة بالنسبة لنا، واحنا كتير بنزهق وبنقول لهم بطلوا رغي بقى، مش فاضيالكم، ولما بيكبروا بنشتكي انهم مش بيحكوا لنا وما نعرفش عنهم اي حاجة. اسمعي ابنك وتفاعلي معاه علشان تكوني اول واحدة يلجأ لها لما يفرح او يقع في مشكلة، لانك لو ما سمعتهمش هيدوروا على بديل اللي غالبا هيكونوا الصحاب، وانت وحظك بقى في الصحاب دول كويسين ولا لا. اسمعيه حتى لو انت شايفة ان الموضوع تافه، وهو غالبا هيكون تافه بالنسبة لنا. ما هو الطفل يعني مش هيكلمني في الأزمة الاقتصادية للعالم ولا روسيا وأوكرانيا عملوا ايه مع بعض. يبقى انزلي لمستوى ابنك وهو بيكلمك، وبصي في عينيه، وتفاعلي معاه بلغة الجسد بتاعتك، وسيبيه يحكي ويطلع كل اللي جواه. طبعا مش كل الأوقات هنكون فاضيين نسمعهم، ولكن معظم الأوقات نسمعهم، والأوقات اللي احنا مش فاضيين فيها هنقول لهم ممكن بس تصبر شوية، اخلص اللي ورايا وهقعد اتكلم معاك براحتي.